اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولاء ودي قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل كيك اللي هو الكيك العادي، وهنعمل اللي هو الفادج كيك، وهنعمل تورته علبه. هنعمل شويه حاجات كده يعني هقول لكم عليها، وهقول لكم برضو على العجان اللي صاحبته عايزه تبيعه، اللي بعتت لي كل التفاصيل. وكان في حد سالني برضو، فلو عايز يتواصل معاها هسيب لكم الصوره بتاعه العجان في اخر الفيديو وكل تفاصيله باذن الله. هنسمي لله كده ونبدا ونقول عملنا ايه. اول حاجه بنحط في الخلاط بتاعنا 3 بيضات، وبنحط نص كوبايه من السكر، وبنحط حوالي 3 معالق كاكاو كبار، لان هي الكيكه دي هتبقى كيكه شوكولاته. ونحط كوبايه لبن وكوبايه زيت، وبنضرب كل ده مع بعضه مع ال3 بيضات ورشه الفانيليا او معلقه الخل. بضربهم كلهم وبجهز طبعا انا قلت لكم اهو انا بحط خل، وبجهز بقى كوبايه وربع من الدقيق. طبعا الكوبايه اللي بحط بيها الزيت او اللبن هي الكوبايه اللي بعاير بيها الدقيق. طبعا هدهن كده الصينيه بتاعتي وهبطنها كده بدقيق. طبعا دي صينيه الكيك العادي اللي احنا طالعين عليها كلنا في بيوتنا، ما فيهاش اي مشكله خالص. انا كده حطيت كوبايه وربع بالظبط من الدقيق، وحطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر، وحطيت المقادير كلها، الخامات الحاجات اللي انا قلت لكم عليها في الاول مع بعض كده. وطبعا بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180، وبحط في الرف اللي في النص، وبشغل من تحت بس. الكيك العادي بحطه من تحت بس. انا حسيت ان هو تقيل شويه رجعت حطيت شويه لبن كمان علشان يبقى سهل معايا كده في الايه وانا بنزله في الصينيه. اهو نزلته كده في الصينيه وهفرده وهدخله الفرن، وخلاص على كده مفيش اي مشكله خالص. ادي الصينيه. الطريقه التانية في نفس الخلاط هنجيب كوبايه من الزيت او كوبايه من السمنه او كوبايه من الزيت على سمنه او كوبايه من الزبده على زيت، يعني المتاح عندك اشتغلي بيه، وكله بيطلع زي الفل مفيهوش اي مشكله. على كوبايه من اللبن، ودايما الكوبايه اللي بتعايري بيها هي اللي هتعملي بيها كل حاجه. يعني كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه كاكاو، كوبايه زيت او سمنه او زيت على سمنه زي ما قلت لكم. 4 حاجات متساويين: سكر، لبن، زيت، كاكاو. يعني الاربعه دول لازم بمعيار واحد، وبرده نفس المعيار هيبقى الدقيق، بس طبعا الدقيق في الاخر. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت السكر، وحطيت السمنه على زيت، وحطيت اللبن، وهحط الكاكاو. بصوا هنخل الكاكاو، ودي المعيار اللي انا هحطه تقريبا كوبايه بالظبط، يعني كوبايه بنفس المعيار، بس عشان انا طبعا الكوبايه كنت حاطه فيها اللبن وكده، فقلت انخله كمان قدامكم زي ما انتم شايفين. وهضرب كل المكونات دي مع بعض، واول ما هضربها هوريكم السمك بتاعها هيبقى عامل ازاي في البدايه. بصوا ضربتهم كويس، وبعد كده خدت منهم كوبايه ركنتها على جنب. وبصوا التقل بتاعه عامل ازاي، والكوبايه دي هقول لكم هنعمل بيها في ايه في الاخر. وفي نفس الخلاط هبتدي بقى احط البيض، واحط الفانيليا، وهحط الخل. يعني هحط كل الحاجات اللي ينفع اضربها بعد كده. حطيت 3 بيضات برضو. وطبعا البيض مش في التلاجة، البيض بيبقى بره التلاجة، حطاه في المطبخ قبلها بكام ساعة، يعني علشان اقدر اشتغل بيه. ضربت كل المكونات على بعض، يعني اللي فاض من اللي خدت منه كوباية، اللي فاض بقى حطيت عليه ال3 بيضات والفانيليا، وضربتهم تاني مع معلقة الخل. نخلت بقى كوبايه من الدقيق بنفس الكوبايه اللي عايرت بيها، وابتديت اصب عليها بقى الحاجات اللي ضربتها مع بعض مع البيض. تمام، وهضربهم كويس بالمضرب. طبعا انا وانا بضرب كده هيتقل معايا عادي مفيش اي مشكله. هقول لكم هنعمل ايه. هنجيب نص كوبايه من الميه السخنه اللي بتغلي، يعني هي الميه تبقى سخنه مفيهاش اي مشكله. وبعد كده هفك بيها اللي انا ضربته ده، لان هو بيتقل. وبعد كده بدخلها الفرن، وطبعا الصينيه دي عندي مش بدهنها يعني. هدخلهم الفرن برضو على درجه حراره 180. على ما تستوي بقى معايا. دي كانت اول صينيه. هقول لكم هنعمل ايه. طبعا انا هعمل بقى الصاج بتاع تورته العلبه. كنت عامله في اليوم ده صاجين، والصاجين دول بصراحه كنت عاملاهم لتورتايه، والتورتايه اتاجلت لتاني يوم، فقلت طبعا كنت خبزت يعني الاسبونشات، فقلت اعمل تورته علبه. حطيت 3 بيضات، وحطيت معلقه صغيره جدا من الخل، وحطيت معلقه وزنها حوالي 30 جرام من المحسن جولدن باك، ونص كوبايه من السكر اللي هي 100 جرام، وضربتهم كويس على اعلى سرعه لغايه ما القوام طبعا بتاعهم هيرتفع ويعمل فوم كده. هكون مجهزه الدقيق بتاعي اللي هو 290 جرام من الدقيق، عليهم 10 جرام من البيكنج باودر، يعني وزنهم على الميزان بالبيكنج باودر 300 جرام.
وناس كتير جدا بتسالني عن المقدار، طب انا احط ازاي؟ بصي دايما عودي نفسك ان كل 100 جرام من الدقيق عليهم بيضات، يعني هتحطي 500 جرام دقيق هتحطي 5 بيضات، هتحطي 400 جرام هتحطي 4 بيضات، هتحطي 300 جرام هتحطي 3 بيضات. طبعا لو انت عايزه بقى تقللي في كميه الميه المعتاده هتزودي في البيض، لان طبعا هو بياخد كميه معينه من السوائل. طبعا في ناس بتحط مثلا على ال 300 جرام من الدقيق بتحط عليهم 5 بيضات، وده بيبقى الميه قليله. يعني انا لو بحط مثلا كوبايه هحط نص، لو هحط 5 بيضات. طبعا لو هحط من الكوبايه الميه هحط كوبايه الا ربع، يبقى هحط 4 بيضات، يعني فاهمين؟ يعني دايما اظبطي المقدار اللي هو 100 جرام عليه 3 بيضات. لو انت عايزه بقى تضاعفي الكميه طبعا هتضاعفي في كل حاجه، ولو حاسه ان البيض قليل يبقى انت هتقللي في الميه، لكن ما ينفعش نحط 5 بيضات ونحط كوبايه ميه، فاهميني؟ هيبقى هي المقدار هيبوظ معاكي. يعني لو هتزودي في البيض دايما عودي نفسك تقللي في الميه. طبعا انا بضرب على اعلى سرعه لغايه ما القوام هيرتفع معايا ويعمل فوم. وعايزه اقول لكم ان بصراحه محسن جولدن باك حلو جدا. يعني انا كنت قلقانه منه، كنت حاسه ان هو هيبقى اقل من بونو او اقل من كواليتي. لا طلع كويس جدا، وبصراحه كان كذا حد شكر لي فيه يعني غير استاذ عمرو يعني بصراحه يعني. بس انا كنت قلقانه مش عارفه، يعني بحب دايما الحاجه اللي بتعود عليها وخلاص يعني مريحاني مفيش مشاكل بالنسبه لي، ما غيرهاش. بس انا بصراحه فعلا الاسبونشات الفتره اللي فاتت كانت بتطلع معايا مش مظبوطه. فمش عارفه بقى ده راجع فعلا المحسن ولا ايه، بس هو المحسن ده بصراحه ظبط معايا الاسبونشات. طبعا ابتديت احط الميه، والميه عندي وزنها 200 جرام، وزي ما قلت لكم 200 جرام ده كوبايه. طبعا الناس اللي هتقول لي الكوبايه كتير، يبقى انت من البدايه كده اضربي 5 بيضات وحطي نص كوبايه من الميه. وطيت طبعا العجان، بس انا عشان بشتغل بسرعه، وابتديت اضيف الدقيق معلقه معلقه. وطبعا ما بضيفش الدقيق غير لما اخلص كميه الميه كلها. وبتاكد خلاص ان الكميه خلصت، ببتدي اوطي العجان واضيف الدقيق في اخر مرحله. ممكن نعلي العجان بس بعد ما اضيف الدقيق كله. وزي ما انتم شايفين كده هبتدي اديله تقلبتين كده وهفرده في الصاج، ودي الطريقه اللي احنا متعودين عليها. وما شاء الله الله اكبر، يعني الكميه كميه كويسه وبتملى لي الصاج كله. والصاج اللي بشتغل فيه بيبقى مقاسه 32 في 42. هي الصيجان دي مش بتبقى مقاسها 30 في 40 بالظبط، اللي هي المجلفنه دي بتبقى مقاسها بيبقى اكبر 2 سم من كل جنب. لكن الصاج اللي هو الالومنيوم ده بيبقى المقاس بالظبط. يعني خدي بالك دايما من المقاسات، واعرفي انت بتشتغلي في صاج مقاسه قد ايه. سويت الصاج كويس وهدخله على درجه حراره 200. بشغل من فوق وتحت لان أنا الفرن بتاعتي زي ما قلت لكم كهرباء. دي بقى الكوبايه اللي انا قلت لكم عليها اللي انا كنت شايلاها على جنب، اللي هي بتبقى خليط من الكاكاو واللبن والسكر والزيت، او الزيت على سمنه. بخليها كده على جنب وبسقي بيها كده الكيك بتاعي، وببتدي بقى اوزع بقى كريسبي. ده الفادج كيك او طواجن الفادج كيك او الدوسباسيتو، او يعني ايا كان الاسم. يعني احنا بالنسبه لنا كيكه مسقيه بالشوكولاته. يعني انا بالنسبه لي هي اسمها كده. انا كان ابني دايما يقول لي ماما ما تعملي لنا الكيك اللي هو بالشوكولاته اللي على الوش ده. فهتحطي اي حاجه بقى بالنسبه لك، وسبتها على جنب كده مع نفسها لغايه ما اخلص بقيه الاسبونشات. وطبعا ده الاسبونج التاني. وزي ما قلت لكم انا اصلا ما كنتش في دماغي ان انا هعمل بصراحه تورته علبه. فجبت كده العلب بتاعتي، وكنت جايباها اصلا لحاجه تانية. فيعني كنت اطلع فيها اللي هو الكيك ده كان حد طالبه مني، والباقي كنت جايبه بالزياده. ابتديت يعني اقطع كده على قد الصينيه طبقتين. هي اصلا مش هينفع تشيل اكتر من كده. وعايزه اقول لكم ان هي الصينيه العلبه دي يعني مش ده الصح ان احنا نعمل فيها تورته علبه، لان دايما تورته العلبه الاحسن ان انت تعمليها طبقتين. طبعا انا لو كنت عملتها طبقتين كان الموضوع هيبقى صعب جدا. دي بقى الكيك اللي التانية بردت اهي، وابتديت اقطع كده. طبعا الحروف اللي هي بتبقى لازقه في الصينيه دي الاحسن ما تحطهاش لما تكوني مطلعه اوردر. ابعدي عن يعني عنها شويه، وبعد كده ابتدي قطع. زي ما انتم شايفين ما شاء الله الله اكبر، يعني ارتفاعها كويس، الحجم بتاعها كويس. وطبعا اللي هو القعر ده طبعا انتوا بتحاولوا تشيلوه، هو مش بيلزق يعني ولا حاجه، بس عشان تجنبا ان يبقى طالع فيه بواقي دقيق او حاجه. والعلبة دي طلعتها على 50 جنيه. كان حد طالبها مني، هي بتشيل. بس دي العلبة دي اللي تشيل طبقتين، بس كان جايلي علبة واحدة، والباقي اللي هو العلب الصغيرة اللي هي اللي نص كيلو دي علبة كيلو. فيعتبر يعتبر انا لقيت الحتت كويسة جدا في العلبة في الصينية، وابتديت احطها زي ما انتوا شايفين كده، وهقفلها كويس وهركنها على جنب لغاية ما اخلص بقية الحاجة. والعلبة التانية اللي هي الربع اللي هي النص كيلو بقى، لان دي كيلو،
العلبه اللي هي النص كيلو هبتدي اقطع برضو اللي هو التوسباسيتو او الكيك اللي مسقي شوكولاته، او ممكن تعملي بدل اللي احنا عاملينه ده تحطي جناش بس، يعني يعني المتوفر عنك. يعني انت بتشتغلي بالجناش تمام، عايزه تحطي على الوش مش حابه اعملي اللي انا قلت لك عليه ده، وهيطلع بنفس الطعم وتحفه تحفه تحفه، وده بديل الجناش. لو عايزه تشتغلي برضو في شغل العروض، طبعا الحاجه اللي بتطلع مش مظبوطه ما كنتش بحطها، لان ده اوردر، والمفروض ان انا بطلع يعني القطع بتبقى متماسكه وبتبقى كويسه. دي علبه كانت صغيره جدا، فانا حاولت اطلع يعني احط فيها اللي اقدر ارصه يعني، ودي كانت طالعه ب 30 جنيه، يعني العلبتين دول طلعتهم ب 80. وحد يعني بيتعامل معايا وقال لي معلش احنا حابين نعمل كيك عادي، بس عايزه اقول لكم هش وجميل، وعايزه اقول لكم ان نص كوبايه ميه اللي ضفناها ودت الكيك في ناحيه تانية، خلته هش هش بطريقه مش متخيله. ركنتهم كده على هشتغل بقى في تورته العلبه، واقول لكم بالمره على العجان ويعني ظروفه ايه. بصوا العجان ده كان حد من المتابعين كلمني وقال لي ان واحده يعني حبيبتنا من المتابعين كلمتني وقالت لي ان هي عندها العجان بتاعها جابته من 3 شهور وما استعملتوش، يعني الله اعلم يعني هي استعملته او ما استعملتوش. هي قالت لي تقريبا كده الله اعلم، قالت لي ان هي ما استعملتوش او استعملته مره، يعني مش فاكره بالظبط، هتاكد لكم من المعلومه. آه طبعا انتوا شايفين ان انا ضربت كريمه، والكريمه طبعا الناحيه الابيض بحط ابيض، والناحيه اللي عليها كاكاو بحط عليها الكريمه اللي هي بالشوكولاته. طبعا ما بحطش كريمه كتير، علشان راعوا ان العلبه لسه هتقفل، فحاولوا على قد ما تقدروا ما تزودوش قوي في الطبق في الكريمه. حتى انا كنت يعني بعد ما اشتغلت بيها حاولت اشيل كده زيادات علشان تقفل معايا، ولسه هنحط الفينش الاخير. هي عايزه تبيعه ب 4700، وهي جايباه روفال 200 و 2200 واط، ومش جايباه بالخلاط ولا المفرمه بتاعت اللحمه، يعني جايباه كده. فطبعا هو ده اخر سعر بالنسبه لها، واللي حابب يعني ان يتواصل معاها يكلمني على رقمي، طبعا انتوا عارفين الرقم بتاعي. انا برضو عرضته عندي على الواتس، على الجروب بتاع الواتس لحبايبي يعني متابعين الجمال، اللي احنا عاملين طبعا مع بعض جروب كده. اتمنى ان اي حد حابب يعني يدخل فيه، بصراحه حلو جدا. اي حد بيبقى عنده معلومه بيقولها، واي حد بيسأل على اي حاجه كلنا بنجاوب، يعني الموضوع حلو جدا. فهي عايزه تبيعه بالسعر ده، فاللي حابب يتواصل معاها تمام، اللي عايزه تجيب عجان وسعره بالنسبه لها تمام. هي قالت السعر ده. اخر واحده طبعا حطيتها كلها كاكاو يعني شوكولاته، علشان هي الكيك بتاعها يعني كان اخر كيك عندي. زي ما انتم شايفين كده، بجيب قمع بقى اللي هو صغنن خالص، وببتدي اعمل حوالين داير التورتايه، تورته العلبه. بصوا بقى انا لما عرضت العلب دي على الجروب عندي بصوا في ناس عجبتها، وفي ناس تانية قالت لي يعني انت بتعملي لنا تورتايه وثلاث قطع جاتوه ب 120، تورتايه كامله يعني. فتورته العلبه كده يعني ب50 جنيه كتير قوي، انا بصراحه طلعتها على 50 جنيه. مش عارفه ما كانش ينفع ان انا اطلعها اقل من كده على فكره. كتكلفه والله بجد هي مش يعني متكلفه برضو، مش متكلفه. فانا طلعت على 50 جنيه، فكله كان مستغرب سعرها. فيمكن انا لو كنت جبت العلبه اللي هي ارتفاعها يعني اكتر من ده، بس حجمها في العرض اقل، يعني في علب كده بتشيل برضو النص كيلو بس بتبقى شكل مختلف. فانا حسيت ان دي كبيره بس مش عميقه لتحت. كان ممكن بدل ما اعمل طبقتين قصاد بعض مثلا كنت احطهم فوق بعض، فاهمني؟ او 3 طبقات، يعني بالنسبه لي كان متهيالي كان شكلها يبقى تحس ان هي شكلها اكبر، لكن هي نفس اللي كانت بتشيله. بس انا مش عارفه بقى يعني ايه الاختلاف. زي ما انتم شايفين كده انا عملتهم ودخلتهم التلاجة وهبتدي. وكمان انا كان عندي اغلبيه الكريسبيات والحاجه، يعني في حاجات كتير قوي كانت خلصانه من عندي. برضو الشوكولاته البيضاء كانت خلصانه، يعني يمكن لو كنت حطيت شويه من الجناش الابيض كان هيدي شكل. انا كنت اشتغلت بالمتاح يعني، لان كان بصراحه الكيك السبونشات اتعملت، فما كانش ينفع اعمل بيها حاجه، وانا مش بحب بالذات في العروض اعمل حاجه واعرضها غير لما اكون مطلوبه، فاهمني؟ يعني دايما شغل العروض الناس هي اللي بتحدد الكيك، هي اللي بتحدد الشكل، هي بتحدد تكتب عليه ايه. فانا ما كنتش حابه اعمل حاجه واركنها، فاهمني؟ فزي ما انتم شايفين يعني انا اشتغلت كده بالمتاح يعني يعتبر. مش بقول لكم ان هي تجربه وحشه، يمكن مع ناس كتير جدا طرق العلبه دي بتبقى مجزيه وبتبقى كويسه جدا، وفي ناس تانية يمكن شغلها مختلف شويه، الناس خدت على شغل معين.
زي ما انتوا كنت بحاول يعني اعمل حاجه مقاربه جدا للشغل بتاع التورت، يعني بحيث ان هي برضو تبقى تورته علبه فعلا. ما كانش عندي كاندي مثلا، ما كانش عندي كريز، فيمكن الحاجات دي برضو بتظهر الشغل. كان كل اللي عندي اللي هو بديل كيت كات والفوريتس والبسكوتات اللوتس والحاجات دي. مش بقول لكم ان الشكل وحش، بس كنت حاسه ان انا ممكن كنت اعمل اشكال تانية تبقى حلوه يعني. طلعتها على 50 جنيه، ومش عارفه السعر ده كويس بالنسبه للحجم ده ولا لا. يعني برضو بقولوا لي في الكومنتات لو عندكم افكار حلوه. انا على فكره بحب الافكار الجديده، بحب دايما الفكره المختلفه. يعني عارفين اللي هو انا بقالي فتره كبيره جدا بفكر في تورته العلبه، اللي هو اعملها ولا الناس يعني عارفين اللي هو انتوا طبعا اي حاجه طبعا في العلبه بتحاولوا تمسحوها الاول، علشان طبعا انا ما بصورهاش لو هي مقفوله، يعني بحاول اصورها وهي مقفوله. حطيت بقى كونو واي حاجه تيجي قصادك بقى حطيها، فاهمني. كنت ممكن احط في النص كده بدل الاوريو مثلا احط بالشوكولاته كلمه لاف مثلا. عارفين الحاجات دي برضو بتدي شكل. برضو قولوا لي في الكومنتات لو عندكم افكار جديده. زي ما بقول لكم انا قعدت فتره كبيره جدا افكر في تورته العلبه اعملها ولا ما اعملهاش. زي كشري بلبن كده، ناس كتيره جدا عملته، وانا عارفين اللي هو ايه، هو مش هيبقى، هو الموضوع مش مكلف، فاهميني. يعني مش مكلف، انا حتى لو هعمله في البيت عندي لاولادي يعني. بس اللي هو اعمله ولا ما اعملوش، اعمله ولا انا دايما على فكره في حاجات كده معينه بحس ان انا بتردد فيها، فمش عارفه برضو هو اختراع ولا في الضياع زي ما بيقولوا. بس ناس كتيره جربته وقالت ان هو عادي جدا، يعني مش يعني عارفين هو الفكره كلها ان انت دايما بتشتري المنتج من المكان، من الاسم. يعني ممكن يكون المنتج ده مش واو، وناس تانية بتعمله احسن واحسن، بس هو مش مسمع. لكن طبعا بلبن الله اكبر، ربنا يعني يزيدهم من فضله. ممكن عشان مسمع شويه، فاي حاجه بيعملوها جديده بتلاقي الناس كلها بتعملها ترند. فهنجرب كده نشوف اختراع ولا في الضيعه فعلا. وهقول لكم رايي باذن الله، وهستنى رايكم في الكومنتات. وطبعا اللي يناسبه العجان يتواصل مع صاحبته، يعني انا هديكم الرقم واحاول اوصلكم ببعض لو يعني في فرصه. طبعا واللي عنده حاجه زي عجانات او مضارب او حاجه وعايزه تبيعها، بس اهم حاجه يكون شغال طبعا ويناسب لحد يكون هيبدا مشروع، بحيث ان احنا حد يكون لسه بادئ ومش قادر يجيب حاجه بسعر عالي. زي ما انتم شايفين دي العلبه. طبعا اهم حاجه قولوا لي ان هي فعلا يعني السعر كويس ولا لا. انا طلعتها زي ما قلت لكم ب50. دي كانت كلها شوكولاته، والباقي نص ونص اللي هم الاربعه الباقيين. والكيك اللي هو اللي انا عملته اللي هو الكيك العادي اللي هو الفادجي والكيك العادي. طلعت برضو العلبه بتاعه الفادجي ب30 والتانية ب50. وبص حاولت برضو اصورها لكم كده وهي مفتوحه، علشان تقولوا لي برضو لو في حاجه مش مظبوطه وفي حاجه كنت المفروض اعملها. بحب طبعا التعليقات والله، ايا كان ان كانت سلبيه او ايجابيه. بالعكس السلبي انا بستفيد منه جدا، ان انا بحاول مكررش الغلط. حتى لو يعني اتقال بطريقه، ساعات في ناس برضو بتقول بطريقه مستفزه شويه. ده صورة العجان. يعني الراعي بقى ان احنا بنبقى شغالين واي بني ادم في الدنيا ممكن وهو شغال يغلط عادي، يعني حاجة تطلع مش مظبوطة. فدايما حتى لو في نقد مثلا، في خلي الطريقة تبقى راقية. يعني مثلا انت على فكرة المفروض كنت تعملي كذا بدل. هتلاقيني انا تقبلت الكلام وقبلت النصيحة، وهحاول مكررش الغلط ده تاني، لان مفيش حد حابب ان هو يكرر الغلط ويفضل الناس تنتقده. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة وتعليقات.